السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد مريقة بالدجاج اللي كتجي رائع بزاف وكتوجد بسرعة. كنحتاجو ليه هنا في المكونات واحد معلقة ديال قعقله وبسيبيسه، معلقة ديال السكنجبير، نصف معلقة ديال الابزار، معلقة ديال الخرقوم، نصف معلقة ديال الحار، ومعلقة ديال القزبور يابس مطحون، واحد المكعب ديال الزعفران. كناخذ هنايا واحد المول يعني او الطاسه فاش غادي نشرملو هاد الدجاج. كنوضعو فيها نصف كاس ديال العصير الحامض، كنوضعو فوق منه الثومه اللي حكينا ما بين جوج حتى لثلاثه دروس ديال الثومه، وضعت تما شويه ديال المعدنوس مقرد، وضفت كذلك مكعب ديال الزعفران والعطريه اللي ذكرت معكم في الاول. كنجريو هاد المكونات بواحد نصف كاس ديال الماء او كاس لاروب، او يعني على حسب الكميه اللي عندكم ديال الدجاج. بطبيعه الحال بعد ما خديت الدجاج ديالي غسلته مزيان بالحامض والملحه والسكنجبير وخليته تتسقطر مزيان، وخديته قطعتها على ربوعه كيف كتشوفوا، يعني ما خليتهاش صاينه، قطعتها على ربوعه. وغادي ناخذها وغادي نشرملها مزيان بهذا الخليط اللي شاركت معكم. صافي كنشرملو الدجاجه ديالنا كامله بهذه الطريقه وكنخليوها ترتاح واحد شويه. مهم الا عندكم الوقت تقدروا تخليوها تبات، ما عندكمش الوقت يعني تخليوها غير واحد نص ساعه او لا اقل، اللي راه كيوجد بسرعه هاد المرق هذا. صافي هنايا بعد ما خليتها ارتاحت غير واحد شويه كيف كتشوفوا، تاخذوا واحد الموس تكوه واحد شويه داك الصدر باش يجيكم يعني باش ما يجيكمش ناشف. تما خديت واحد الكميه ديال البصل شلطتها تقريبا واحد 3 البصلات، الا كانوا كبار بزاف ديروا جوج، كانوا متوسطين ديروا 3. حطيتهم هما التحتانيين في الارضيه ديال الكوكوط، وغادي نستف الدجاج ديالي كيف كتشوفوا. حطيت الصدر هو الاول، حطيته مقلوب على الجهه ديال الصدر، ومن بعد حطيت دوك الرجيلات، وغادي نضيف عليه ديك التشرميله اللي بقات ليا باش شرملت الدجاج، وغادي نضيف عليهم واحد نص حامضه. غادي نضيف غير اللب ديالها حامضه مصيره، وغادي نوضع واحد المعلقه ديال السمن، وكذلك غادي نضيف واحد نصف كاس او ربع كاس ديال الزيت العود. وغادي نسد على الكوكوط ديالي تقريبا واحد نصف ساعه. وبالزربه كتوجد هاد المريقه ديالنا نتوما كيف كتشوفوا. الا بغيتو تحمروا الدجاج راه غادي تزولوه وغادي تحمروه، بغيتو تقدموه غير بديك الطريقه قدموه، راه حتى هو كيجي رائع. انا غادي نحيدو غادي نحمرو غير واحد شويه. كيف كتعرفوا انا يعني الخلطه ديالي السحريه اللي كندير باش كنحمر الدجاج راه ديما كنشاركها معكم في الفيديو. كتعطيك واحد التحميره اللي هي زوينه بزاف، وكتجيك واحد اللون اللي هو رائع. هذا ما غاديش ندير ليه ديك التخليطه، غادي ندهنو غير بشويه ديال الزبده وغادي ندخلو، حيت ما بغيتوش يجينا محمر بزاف، يعني غادي يتحمر غير واحد شويه وغادي نخرجو. صافي هنايا دهنته بالزبده ودخلته للفران. غادي ندوز لهذيك المريقه اللي باقا ليا في الكوكوط، غادي نرجعها فوق البوطه، وغادي نوضع عليها تقريبا واحد زلافه ديال الجلبانه. المهم كتبقى اختياريه، بغيتو ديروا جلبانه ديروها، ما بغيتوش تقدروا تقدموا هذا الطبق ديالكم غير بداك يعني بالبصله. صافي هنايا بعد ما خرج داك الدجاج من الفران كيف كتشوفوا راه ما تحمرش ليا بزاف، انا بغيتو يعطيني هذا اللون هذا. صافي غادي ناخذ واحد الطبق وغادي نستف فيه الدجاج ديالي، وغادي ناخذ واحد المغرف كيف كتشوفوا انتما يكون مثقب باش ما نهزش باش ما نهزش الماء. نحاول نهز غير ديك الدغميره مع الجلبانه. صافي التقديم راه كيبقى اختياري البنات. انا هنايا كيف شفتوا درت البصله والجلبانه، وغادي نزين بشويه ديال البيض وشويه ديال الزيتون. وكيف قلت لكم راه التقديم كيبقى اختياري، نتوما كيف كتشوفوه زيت في الاول غير التغميره باش يبقى ليا الماء باش تجيني يعني الحطه على هذا الشكل كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوا هاد الدجاج هذا، راه يعني كيوجد بسرعه، يعني ديال في الغفله. الا جا عندكم شي ضيف على غفله ولا ما كنتوش دايرين ليه حساب، بالزربه كتوجد. وتقدروا ديروه حتى في الدجاج اللي في المجمد كيكون جامد بنفس الطريقه، غير ما تشرملوش. غادي تحطوا البصله وتحطوا عليه الدجاج ومباشره تحطوا عليه ديك العطريه كامله، وديروا السمان وكل شيء وتسدوا عليه، راه كيوجد رائع. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم من الاستحسان ديالكم، ونتمنى انكم تجربوه. وغادي نقول لكم الى اللقاء، نتلاقوا في فيديو جاي ان شاء الله في شي وصفه اخرى بحول الله.